أهلا فيكم في قناة ماجيك فود حسونة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي ماجيك فود حسونة. الوصفة ديالنا ديال اليوم وصفة بسيطة جدا وفي متناول الجميع وموجودة أكيد في كل بيت. واحد المشكل واللي تنعانيو منه كاملين هو البنان ملي تيبدا يكحل الولاد ما تيبقاوش مازال تيبغيو ياكلوا. انا شخصيا ما كيبقاش مازال تيعجبني، ما تنبغيش ناكلو. اليوم جبت لكم الحل، بدل ما ترميوه غادي نديروا به هاد الكيكه او الطرطه البسيطه جدا وسهله التحضير. شوفوا معايا الفيديو حتى الاخر وجربوا هاد الطرطه، راه غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم ان شاء الله. الطريقه هذه غادي نضيف ليهم هنايا 220 غرام ديال الياغورت الطبيعي، غادي نضيف كذلك 200 غرام ديال السكر، كاس ديال العنبه ديال زيت نباتي كيف ما تتشوفوا ما عمرتوش بزاف. غادي نخلط الجميع. ملي خلطنا الخليط ديالنا تنسجم غادي نضيف ليه واحد القبيصه ديال الملحه وقبيصه ديال بيكربونات. عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق او الفورص عادي، ماشي بالضروره يكون شي دقيق مميز. هنا عندي خميره الحلوى كندير نص ساشيه. هنا تنخلط الجميع، نرجع مره اخرى. هنا جبت غير موصو ديال الشوكولاط عادي وقطعته غير بالسكين هكا، هرمشته كيف ما تشوفوا، وغادي نضيفوا الخليط. الا عندكم شي شوكولاط هكايا هذوك اللي خاصين بالحلويات، دوك المكعبات الصغار فيكم تضيفوهم. انا هذا هو الموجود عندي استعملته. نخلط هكا غير درجه واحده باش ما يتكسرش ليا. صافي دابا غنمشي نسخن الفران ديالي، عندي نديرو على درجه 180. غادي نحطوها في المول ديالنا. هاد الكيكه البنات فيكم تعمروا بها حتى الكويغطات او ديروها في مول حسب الرغبه ديالكم. انا غادي نديرها في هذا المول هذا. بطبيعه الحال كدهنوه بالزبده والدقيق. انا عندي هنا غادي نرشو، هذه عندي جاهز انا ديال خاص بهادو ديال الحلويات باش ما تلصقش. غادي نرش هكا كاع الجوانب. غادي نحط الخليط ديالي. كنتمنى تجربوها البنات، هذه كتجي رائعه واقتصاديه. في عود ما تكبوا داك البنان ديالكم ديروا هاد الطريقه هذه غير مكلفه. دابا غادي نحطوها في الفران.
كمان نشغل نفترح. من توقيت مصر بساعة، وبعد توقيت المغرب بساعة، بعد توقيت المغرب بساعة. هلا انت لما تيجي تحمل الفيديو، تمام، لما تيجي تحمل الفيديو بسألي بدك تحطيها سكادجول. لما تحطيه سكادجول تعمليه بريمير. بعد ما تحطيه بريمير انا بقى بشوف بس اسوي بظبط لك اياه، بورجيك اياه. اول شيء حملت الفيديو باليوتيوب. طيب لما تيجي تعمل تحط العنوان، بعدين في شيء خاصية خاص ببرايفت او عام. انت عندك دايما شلختي بضعفها بس علي.